تعرف هذا الرجل؟ أنا أقصد طبعا الشخص اللي هذه الصورة تبدو على هذه الصورة. عبد الله الخويطر دكتور رحمة الله عليه. هذه طبعا مجلس أمناء مستشار حمد الجاسر، وكان الملك سلمان حفظه الله هو الذي يرأس الرئيس الفخري، وكان يرأس المجلس، ويعني كان هو الداعم لها حتى عندما بدأت يقيم حفل للتبرع لها برئاسة الملك سلمان. كان يقدر الشيخ حمد ويقدر ما قدمه تاريخ المملكة العربية السعودية، فكان يرأس الجلسة. وأما الدكتور عبد الخويطر فأيضا من الناس الذين تأثرت بهم. ليش ألفت عنه كتاب؟ إيش اللي شدك؟ أقول لك أولا هو يعيش في سلام مع نفسه، في تواضع، لم يتغير. هو صار وزراء، تعرف، ما هو صار وزير. سبق من سنة من السنوات مسك 7 وزارات، حتى أنه روى أن الملك عبد الله قال له رئيس الوزراء وكان عنده، قال يا دكتور عبد العزيز يمكن أنا وياك نكمل النصاب ويعقد الجلسة. متى كان الملك عبد الله كان ملك أو كان ولي عهد يبي يرأس مجلس، ولي عهد يرأس المجلس. فهذا لكن اللي شدني فيه وكما شدت غيري هي نزاهة الرجل في كلماته، في عمله، في تعامله مع الناس. عجوب. وأنا عشت معه، يعني أشرفت على كتبه ولي الشرف بذلك إشراف بسيط، يعني تمر من ناحية طباعية. لما كان وزير التعليم أشرف على المجلة العربية، ثم صارت علاقة يعني تلميذ بأستاذ. يعني الملحظ الأهم في شخصية الخويطر موضوع النزاهة. هذا من أهم النزاهة. وخل أروي لك بس موقف عجيب ورويته في كتابي الخويطر واسم على أديم النزاهة والوطن. هذا نقل لي الدكتور سعيد الليص اللي كان وكيل وزارة المعارف على وقت الدكتور عبد الخويطر. يقول لما جاء الدكتور عبد الخويطر ظللنا سنوات لم تتغير مكاتبنا بعد الشيخ حسن الشيخ رحمه الله، فظلت المكاتب، مكتب الوزير ومكاتبنا. فيقول أنا رأيت أن يعني نغير مكاتبنا ونبدأ بالوزير. فيقول تواصلت مع الأستاذ عبد الرحمن الحمدان، كان مدير مكتب وزير المعارف الخويطر. قلت له تقول له مع الوزير يغير يعني المكتب وكرسيه اللي حط فيه يعني فتحة بسيطة، يعني إيه نعم إذا كان يغير هو يستقبل وزراء ويستقبل. يقول قال لي الأستاذ عبد الرحمن الحمدان ابشر أنا ببلغ الوزير إن شاء الله إذا جاء بلغته بكرة على أساس. يقول فعلا عبد الرحمن الحمدان قال الوزير لو تغير ما عليك المكتب والكرسي، تشوف الكرسي قديم وشكله فيه الجلد اللي عليه خربان وجزء منه كذا. يقول قال له الدكتور خويطر إن شاء الله يكون خير، بكرة يكون خير. يقول طلع الحمدان واتصل بسعيد الملس قال ابشر ان شاء الله. الوزير قال خير ويمكن ان شاء الله تفاعل. وانه يقول سعيد الملس بدينا نمر بالليل محلات المكاتب نختار مكاتبنا. يقول من بكره اتصل بعبد الرحمن الحمدان صار علينا وصيته. قال لا جيب سجادك. وش عندي سجاده لما ما اصلي. قال لا وزيرك جاب سجاده. يقول عبد الرحمن الحمدان أنا حتى إن الوزير يوم جاء من بكرة كان تحت بس شيء بس ما أدري وشو. يقول دخل وبعدين بعد ربع ساعة دق الجرس ودخلت أنا كمان. يقول يوم دخلت اليوم وقف الدكتور عبد العزيز، يقول أنا مدير مكتب وكل ساعة دخل عليه وتلفت يمين يسار جاي ضيف جاي وزير. يوم جيت له وقف طلع على الكرسي كذي بيسلم عليه. وش سلامات وش جاي الدكتور عبد العزيز. يقول يوم وقف قال شفت الكرسي يا عبد الرحمن؟ قال صار جديد جبنا هالسجاد وصار. يقول هذا أحسن كرسي بالوجود. واتصل الدكتور المليس قلت جيب كرسي وترى هذا ذاك اللي بيتغير. فشوف هذا طبعا له ترى أشياء كثيرة والناس يعرفونها، لكن فعلا يعني هم يقولون السيارة حقت الوزارة أو اللي تعطيها الدولة كوزير يستخدمها بس بالدوام، إذا مشاويره الشخصية حطها في البيت ويأخذ سيارته الخاصة. نعم عرف بذلك. بل إن ابنه لما راح جامعة البترول كان هو وزير التعليم العالي، كان وزير التعليم العالي قال إذا رحت تقدم للجامعة لا تقول أنا ابن فلان ترى أنا أحذرك، ولم يقل يعني يخاف يراعونه. نزاهته عجيبة، يعني نزاهته ما ودي أطول في مواقف أخرى عن نزاهته يعني غريبة، بس خلينا لو باختصار. فيه
عبد العزيز الزامل الله يرحمه وزير الصناعة والكهرباء رحمه الله، إيه. يقول أراد أنه يشفع النقل، كان الملحقة الثقافية تابع التعليم العالي، وكان وزير الخويطر وزيرها، لنقله من أظن موريتانيا إلى بلد أقرب، والدته مريضة وتحتاج ينقل لحد دول الخليج أو كذا. يقول كلمت الدكتور عبد، قلت هذا كذا وضع وكذا وضع إنساني، ودنا لعله يعني تقربونه شوي يعني والدته. يقول الدكتور عبد قال إن شاء الله يكون خير. لعل الدكتور عبد العزيز طول ما ذا، يوم انه شاف عبد العزيز الزامل شاف الخويطر بالمجلس، قال له ها وش صار ذا؟ قال قربناه، قال بشر بالكويت والبحرين، قال لا اجيب لنا الرياض، قال ما يبي الرياض، قال لا احنا لغينا مكتب موريتانيا بحكم الميزانيه وقتها، يعني ما راى يفرق، يقول في ناس قبله مستحقين النقل.